السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة علم كل يوم تنسوش اللايك والاشتراك والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتدعوا إخواننا في فلسطين والاشتراك عشان عايزين نوصل ل1000 مشترك. هنبدأ بالساعة 10. كانت فيه ماتش انتر ميلان شانزلواز، انتهى بفوز انتر ميلان 4-0. مش عايزين نطول فيه. تمام. الماتش اللي بعده دورتموند كسب 4-2، وكان متعادل 1-1 ولكن كسب 4-2 وكده بروسيا دورتموند كسب. ونيجي للمباراة اللي بعدها الدراماتيكية اللي الكل كان بيسمعها تقريبا، انتهت 7-2 لباريس سان جيرمان، وفي طردين على فكرة، يعني في طردين في المباراة، طرد هنا وطرد هناك. طرد الاول لباير ليفركوزن الاول اندريش، وبعد كده زباريني من باريس، وكده باريس يعزز صدارته لدوري ابطال اوروبا. والماتش اللي بعده مانشستر سيتي كسب 2-0 بهدف هالاند اللي بسم الله ما شاء الله، وكمان الحمد لله احنا شفنا عمر منوش في اخر 4 دقايق. ماشي. طبعا الماتش اللي بعده ارسنال يعني كسب 4-0 في 13 دقيقة. هل انت متخيل ان الماتش في اخر دقايق كسبوا في اخر 13 دقيقة؟ وجابرييل داو وفيكتور جوكريس اخيرا اشتغل وجاب جونين. ونيوكاسل كسب 3-0 على بنفيكا في ممكن يطلع على فكرة، ممكن ده ماشي. الماتش بعده ايندهوفن كسب 6-2 مع طرد نابولي، ونابولي كان متقدم 1-0 ولكن تعاد خسر 6-2. والماتشات اللي كانت الساعة 8 إلا ربع كانت ماتش برشلونة أولمبيكوس، برشلونة كسب 6-1. ويقول لك كده أنا داخل ماتش الكلاسيكو وانتوا خايفين من الآخر كده، برشلونة بيقول كده، ولكن الماتش خلص 6-1. والماتش اللي كان قيراط الأزاخستاني كسب استعاد 0-0، مالناش دعوة بيه. ونخش بقى الترتيب دلوقتي. المركز الاول باريس بالعلامه الكامله، وبرده انتر ميلان بالعلامه الكامله، وارسنال بالعلامه الكامله طبعا. دورتموند في الرابع ب7 نقط، ومانشستر سيتي الخامس بعد يعني لسه في ماتشات بكره، يعني بايرن ميونخ لو كسب يبقى الاول كده يعني. بايرن ميونخ السادس ب6 نقط، والمركز السابع نيوكاسل ب6 نقط، والثامن ريال مدريد ب6 نقط، والتاسع برشلونه ب6 نقط، والعاشر كوراباغ ب6 نقط. الهدافين كيليان امبابي الاول، لسه قدامه ماتش بكره، لو جاب جون يبقى هيفرق. ماركوس راشفورد بعد ثنائيته اليوم بقى المركز الثاني باربع اهداف، وارلينجارد في الثالث ب4 اهداف، وهاري كين لسه يلعب بكره معاه 4 اهداف، وانتوني جوردون ب4 اهداف، ولوتارو مارتينيز ب3 اهداف. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.